السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأموركم جيدة ويلقاكم هذا الفيديو هذا في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشهيوة كتعجبني، واحد الوصفة رائعة، وصفة مغربية. غادي نشارك معكم السفة بالكسكسو. شوفوا كيفاش كتجي. غادي نشارك معكم المقادير وطريقة التحضير والشكل ديال التزيين. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك والبارطاج والمشاهده، هذا فضلا وليس امرا. ما نطولش عليكم، ندوزو نبداو الفيديو ان شاء الله. فرجه ممتعه. هنا غادي ناخذ الكسكسو. انا خديت غير نص كيلو. خديت الرقيق، شوفوا خديت الرقيق. غادي نستعملو كامل، وانتوما الكميه كتبقى على حسب افراد الاسره. بسم الله. غادي نفزقو بالماء. بسم الله. غادي ندير جهد واحد نص كاس ديال الماء. وبالنسبه للكسكسو راه كل كسكسو والشكل ديالو، كاين اللي كيشرب الماء بزاف وكاين اللي لا. غادي نخليه يشرب واحد 5 دقائق، عاد نبدا نحلو. شوفوا كيشرب الماء. دابا غادي نبدا نحلو. شوفوا من بعد ما كيتحل، شوفوا هانتو. دابا غادي ندهنو بالزيت. غادي ندير جهد واحد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نحاول ندخل الزيت في الحبات كاملين ديال الكسكس. تبارك الله راه كيزكى، راه غير نص كيلو، مع ملي كيتحل هكا ويتفور راه تبارك الله كيعطي واحد الكميه. هاد السفه هادي راه تبارك الله كانوا يديروها لنا والدينا يعني من زمان، غير هي راه دخلوا عليها بعض التعديلات. بشحال هادي راه ما كناش نديروا الحليب المحلى، كانوا كيديروا غير سكر كلاصي. باش كيديروها غير سكر كلاصي والقرفه، وكتجي الشهوه منها. ودابا راه كلشي تطور، المطبخ المغربي تطور تبارك الله. ولينا نضيفوا المكسرات، كنضيفوا الحليب المحلى. ندير الكسكسو يتفور. الماء رانا درتو قبيله كيطيب. بسم الله. غير كطلع عليه الغليه، حسبوا 20 دقيقه. غادي ندير الكسكسي يتفور، وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير الفواكه الجافه. خديت شويه ديال المشماش، عندي شويه ديال اللوز، الكركاع، وعندي هنايا الزبيب. بالنسبه للزبيب غادي اما عندكم جوج اختيارات، يا اما كتفزقوه من دابا وتضيفوه حتى الاخر ملي تبغيو تقدموا الطبق ديالكم، اولا كديروه في التفويره الاخرى كتضيفوه. بالنسبه اللوز انا خديت كاسرونه فيها الماء بارد، كندير اللوز كطلع فيه الغليه كنحيدو.
ما ديروش الماء سخون حتى يغلي عاد تلوحوا فيه اللوز، لا ديروا الماء بارد لوحوا فيه اللوز وديروه يطيب، غير كطلع فيه الغليه كتحيدوه كيتفرك كيتمسح، ومن بعد كديروا الزيت بارده تلوحوا فيها اللوز وتقليوه. انا غادي تتبعوا معايا المراحل. بين ما اللوز طلع فيه الغليه غادي نصاوب المشماش. بالنسبه للمشماش اول حاجه كندير كنحل المشماشه، حيت الا طاب كتعذب شويه، كنحلها بحال هكا هانتوما، وغادي نلوح. درت كاسرونه فيها الماء بارد، غادي نلوح المشماشات هكا بنفس الطريقه. غادي ندير الكميه اللي عندي. بالنسبه للمشماش كملتو، غادي نديرو يطيب، غير طلع فيه شويه الغليه غادي نضيف سكر كلاصي وغير شويه د القرفه. سكر كلاصي باش يتعسل ليا، لان الا استعملتوه زينتو به وهو خضر كيجي فيه ديك الحموضه ديالو، ما كيجيش يعني بحقيقه بنين. غادي نضيف ليه شويه السكر وغنضيف ليه غير شويه القرفه باش يبقى محافظ على اللون ديالو. انا ما بغيتوش يجي قهوي مغلوق، يبقى محافظ لينا على اللون ديالو. دابا غادي نرد الكاسرونه فوق العافيه. بالنسبه للوز غير طلعت فيه الغليه، هانتوما راه دغيا، هانت ها هو دغيا كيتفرك. دابا غادي نفركو باش نقليه. بالنسبه للمشماش غادي نضيف ليه كما قلت لكم شويه ديال السكر، وغادي ندير غير راس المعلقه ديال القرفه، والكميه على حسب. الا كان عندكم المشماش بزاف غادي تضيفوا الكميه ديال السكر والقرفه بزايد. غادي نخليه كيتعسل. بالنسبه للمشماش انا حيدته. دابا غادي نقلي اللوز كما قلت لكم. اللوز غادي نقليه في الزيت بارده. بسم الله. بالنسبه للوز انا خليته على هذا اللون هكا ذهبي، راه واخا كتحيدوه كيبقى باقي فيه ديك السخونيه ديال الزيت كيزيد يتحمر. صافي انا هكا غادي نخليه، وغادي ندوز نديرو يتسقطر باش نطحنو. دابا غادي ندير له نفس الطريقه الاولى، غادي ندير له شويه غير باش حيت سخون. غادي ندير له عاوتاني الماء. بسم الله. وغادي نخليه واحد 5 دقائق وعاد نطلقوه. غادي نضيف شويه ديال الملحه وغادي نطلقوه هكذايا. وفاش يكون هو تيتفور نتوما كتصاوبوا اللوز، كتقليوه طحنوه، تعمروا المشماش بالكركاع، يعني باش الوصفه كتجيكم سهله. وهاد المرحله هذه راه مهمه، انكم منين تفزكوه تبداو هكذايا كتطلقوه باش كيجي مفرك، ما كيجيش معجن. وإلا وصلتوا معايا لهاد المرحله هذه ما تنساونيش من الدعم ديالكم، لايكات، تعليقات، بارطاج، باش هاد الوصفه هذه توصل بزاف الناس يستافدوا منها وتعم الفائده ان شاء الله. تبارك الله كي زكى ما بقاش قليل. شوفوا الحبه مفركه، ما كتحسوش به معجن. دابا غادي ندير ليه التفويره الثانيه نفس الطريقه. انا ما طفيتش العافيه، خليت العافيه على الكسكاس
غير غادي يطلع عليه الغليه كنحسب 20 دقيقه. بسم الله. وفاش كنديرو في الكسكاس خذوا هاكا تحت ديال مغرفه ولا شي حاجه وتقبوه هكذايا باش كيدخل بيناتو العافيه وكيدغيا كيطيب. اللوز طحنتو شوفوا المشماش كيولي معسل من الداخل. دابا غادي ندير ليه الكركاع كندير واحد المعلقه ديال الزبده ما حدو سخون دغيا كتذوب. انا استعملت الزبده الحيوانيه، عندكم الزبده العاديه ديروها، تقدروا انكم حتى تذوبوها وتسقيو بها الكسكسو. غادي نخدم بيدي واخا باقي سخون. ذوب الزبده غادي نعاود نضيف الماء. شوفوا تبارك الله كيزكا. شوفوا مفرك وعطى تبارك الله كميه. داكشي اش قلت لكم، انا غندير غير نص كيلو، راه تبارك الله شوف شحال كيحط. دابا غادي نضيف الزبيب، غادي ندير التصفيره الاخرى ما فيهاش بزاف ولكن غادي نضيف معاها الزبيب. كيفتى كيتنفخ تيولي فتي وما تيبقاش قاصح وكيعطي واحد المذاق حتى هو زوين. دابا غادي نردو الكسكاس. بسم الله. فوق البوطه. شوفوا الزبيب كتنفخ. شوفوا انا قلت لكم الا بغيتو ديروه حتى تبغيو تقدموا فزقوه، خليوه هو الاول تفزقوا عاد تبداو تصاوبوا السفه ديالكم. او لا الا بغيتو غديروا هاد الطريقه اللي درت انا، درتو ضفتو في التفويره الاخرى. ها نتوما شوفوا كي الكسكسو تبارك الله مفرك. غادي نضيف شويه ديال داك اللوز اللي قليت وحمرت وطحنتو. وهنا غادي نضيف النسلي اللي ما توفرش عليه ولا ما بغاش يديرو كتعوضوه بسكر كلاصي. شوفوا النسلي كيعطيها واحد التعليكه، كيجي المذاق ديالها بنين. غادي نديرها في هاد القصيعه الصغيره
بسم الله. درت هاد الزليفه ديال اللوز مهرمش اللي بغى يضيف لهنايا، ولكن غادي نزيد ندير هنايا واحد الخطيطات بسم الله ديال اللوز. يجي زوين السفه. غادي ندير واحد الخطيطات ديال القرفه. وغادي نضيف سكر كلاصي تا هو غادي ندير خطيطات. دابا غادي نضيف المشمش اللي عمرت بالكلكاع. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال السفه بالكسكسو. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، خفيف على قلوبكم، شرحت لكم مزيان المراحل ديال الوصفه ديال اليوم. كنشكركم على حسن المتابعه، نتلاقى معكم فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.